السلام عليكم. أهلا ومرحبا في بودكاست جديد مع سنبلة. النهاردة البودكاست مختلف شوية علشان عن أولادنا. بما أننا بدأنا الأجازة فهم بيتكافئوا على نجاحهم، بيتكافئوا على صبر سنة في الدراسة طلعوا فيها أفضل آم، حاجة فيهم، فاحنا بنحب نكافئهم. بس هنعمل ايه بقى لو الحب ده اتحول لاعتياد النعمة ويألفوها كمان؟ وبعدين الحب ده دين مش بيترد أبدا، بس احنا من فرض حبنا أو من كتر حبنا لأولادنا اللي شفناه في الطفولة بتاعتنا من مثلا حرمان، قسوة، شعور بالنقص أحيانا، احنا بنندفع بالعاطفة دي لأولادنا، بنخليهم كل وسائل الراحة متاحة ليهم، وبنقدم لهم اللي احنا ما كانش عندنا في يوم من الأيام، أو اللي كنا احنا بنحلم بيه بنحطه بين ايديهم. يعني بالليل بيطلب الطلب، الصبح بيتحقق. أنا شايفة إن ده ميزة وعيب. ميزة إن من حبك لابنك انت بتعمل كده، بس عيب إن هو مش بيستكفي، مش بيقول خلاص شكرا، لا بيبقى عايز بكرة هتلاقيه طلع بطلب تاني. ف يلا ندردش مع بعض شوية كده. بودكاست ده ليا وليكو وبندردش مع بعض. هستنى آرائكم في الكومنتات وهرد عليكم كمان. يلا نبتدي مع بعض. أوقات كتير لما بنشتري ليهم حاجات أو بنخدمهم بإيدينا، إحنا بنلغي نفسنا أحيانا كتير قوي علشان بس إن إحنا نشوفهم مبسوطين وسعداء. بس بنقول لنفسنا إحنا ليه عايزينهم؟ يعني إحنا خايفين لا يعتادوا على كده، وفعلا في أولاد كتير بيعتادوا على كده وسقف الطلبات بيعلى. بس النقص هنا اللي بيبقى في حاجة حلوة قوي، إن هما مش عارفين النعمة دي جاية لهم منين، فإحنا لازم نلفت نظرهم للحاجة دي. إحنا وفرناها وبنخلق أجيال لو ما حطناهاش على الطريق الصح هتبقى مش بتشوف النعمة، وهتبقى عادة ومش هيقولوا شكرا. فدي بقى كارثة تربوية. جيل اعتاد النعمة حتى ظن إنها حق مكتسب، ومفيش فضل أبدا لأي حد. طيب، عايزين بقى نسأل سؤال مهم: كيف يحدث اعتياد النعمة؟ اعتياد النعمة بيحدث بالتدريج، لما بنلبي كل طلب من غير شروط، وبنحط كل حاجة من غير تعب. بننسى إن احنا بنربط العطاء بالشكر، النعم بالمسؤولية. لما بنقص كلمة لأ من قاموسنا التربوي وبنبدلها بحاضر، ومش بنشرح أو بنوجه أو بنعلم، بنشوف أولادنا في قصور من الراحة، بس احنا بننسى إن احنا بنبني في قلوبنا قصور من الامتنان. بنمنحهم المال، الطعام، التعليم، الملابس، الأجهزة والألعاب كمان، بس بننسى بنحط كده ايه؟ حاجة مهمة قوي: درس قيمة الشيء، درس تعب الوالدين في الرضا. والدرس في الرضا مهم جدا، وفي الشكر مهم جدا جدا. النتائج بتكون مؤلمة، بتكون عندنا أولاد مش بيتحملوا المسؤولية، قلوب مش بتشعر بالتعب اللي احنا بنبذله في سبيل سعادتهم، نظرة دنيوية إلى ما نملك مهما كان ثمينا. يعني عنده حاجة غالية جدا هو بيبصلها إن ده شيء عادي. كلمات قاسية في بعض الأحيان من أولادنا، أو نظرات كمان. شعور دائم بعدم الرضا، بالزهق طول الوقت، بالملل، مع إن كأب وأم عملتوا اللي عليكم. ربنا هنا سبحانه وتعالى قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن أبنائنا هنا مش بيعدوا ولا بيحصوا، بس مش بيشوفوا غير الحاجات اللي هم شايفينها وبس. طيب، كيف نتفادى اعتياد النعمة؟ أول حاجة إن احنا نعلمهم الشكر. لازم نعلم أولادنا إن هم يقولوا الحمد لله على كل حاجة عندهم.
لازم نفكرهم دايما باللي هم مش بيملكوه علشان يحسوا إن اللي في إيديهم دي نعمة كبيرة جدا. ربط العطاء بالجهد، ما نديش أي حاجة من غير مقابل. لازم يشتغلوا يتعبوا، مش قصدي يشتغلوا كشغل يعني، لأ، مثلا ترتيب غرفتهم، مساعدة في إعداد الطعام، في الطلبات لو في سوبر ماركت قريب. ده بيصنع الوعي والامتنان، وكمان بيحسسهم بتعب الأب وكمان مجهود الأم. ممارسة الحرمان التربوي أحيانا دي مش حاجة وحشة أبدا، مفيش مانع أبدا إن احنا نحرمهم من شيء بيحبوه علشان يحسوا بقيمته. التوازن هو أساس التربية أصلا، مش كل ما يطلب حاجة لازم نلبيله طلباته، لازم يشتهي الحاجة ويدي في المقابل علشان نقوله برافو، دي مكافئتك. هنا حتى هو هيتعلم العطاء وهيحس بقيمة اللي في إيده. لازم نتكلم عن تعب الوالدين، لازم نخلي أولادنا يسمعوا ويشوفوا الحجم اللي احنا بنبذله في سبيل سعادتهم، وقد إيه إن الأب بيتعب بره علشان يوفر الراحة في المنزل. مش عشان بس يعني مش هنحسسهم بالذنب، لا خالص، احنا هنا هنزرع فيهم حاجة حلوة قوي اسمها التقدير لبابا، التقدير لماما. هم في نفس الوقت لما يحسوا بالتقدير ده من باباهم أو مامتهم هيقولوا قد إيه ده بابا وماما بيقدروني، فهيحسوا بالفرحة، بالشكر، بالامتنان. كل دي حاجات بتتبني فوق بعضها. لازم ندخلهم كده من وقت للتاني في عمل الخير، ناخدهم معانا واحنا بنوزع طعام، تبرعات، بنطلع صدقات. الحاجات دي هتعلمهم قيمة اللي في ايديهم لما يشوفوا بعينيهم اللي هم محتاجين الحاجات دي وهو كمان بيساعد في ده. القدوة، لازم نكون احنا كأمهات وأبهات احنا بنشكر للنعم قدامهم، وبنحمد ربنا سبحانه وتعالى على الطعام وعلى البيت وعلى الصحة وعلى كل حاجة. نعمة الشكر بتكون حلوة قوي ان احنا نعلمها لأولادنا. لازم نعلمهم ان لو حدث خطأ ازاي نصلحه. بنبدأ بالمصارحة، بنقعد مع أولادنا بنتحدث، بنتكلم معاهم بكل صدق وبنربيهم بحب كبير وبنستوعبهم. معلش انت بلغت شوية في رد فعلك، نحاول نهدى. أبدا الاعتراف بالغلط مش حاجة وحشة، بالعكس كلمة آسف بترفع الشخص مش بتنزله خالص. لازم نفهمهم ان كلمة آسف دي بترفع الشخص قدام الناس. الاعتراف بالخطأ دي أحلى حاجة الشخص ممكن يقدمها لنفسه. ليه؟ لأنه بيطور من نفسه. احنا بنتعلم من أخطائنا علشان نكبر، مش بنفضل نقاوح في الغلط ونكبر. لازم نغير نمط الحياة، نبدأ بالتدريج ان احنا نعدل السلوك، نقول لأ من وقت للتاني، مش كل حاجة مجابة. التربية مش مسيرة، التربية أصعب من الخلفة والولادة وكل حاجة. إنك بتقدم شخص سوي للمجتمع، غرست فيه قيم وأخلاق وحب للغير ونعمة الامتنان والشكر لله عز وجل. دي أصعب حاجة ممكن تعملها في الحياة. نزرع قيمة الرضا بالقصص، بالقدوة، بالأمثلة. خليهم مبسوطين دايما بأبسط الأشياء اللي عندهم. نكبر نعم ربنا حوالينا في عينينا الأول وبعدين في عيون أولادنا. قوة العلاقة مع ربنا قدامهم لما بيشوفونا بنصلي وبنشكر وبندعي وبنقول أنا ربنا حقق لي ده، لما دعيت في الصلاة أنا ربنا استجاب لي دعائي، هيتعلموا ده. رسالة لكل أب وأم بيسمعوني دلوقتي، لو بتحب أولادك لحد ما أنت بتضحي علشانهم، ما تخليش حبك يهدمهم. أنت طبعا من غير ما تقصده بتعمله كده. الحب الحقيقي مش بيدي كل شيء، بل بيدي اللي بيصلح القلب. يعني احنا بندي
اللي بيصلح القلوب، اللي بيكبر أولادنا في عينينا. الحب مش معناه الراحة الدائمة، لأ، معناه تربية تتحمل، يعني تخلي انت بنربي علشان نخلي الأولاد دول يتحملوا الحياة، نقدر نخليهم ياخدوا قرارات تفيد حياتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فنربط تربيتنا دايما بهذا الحديث الشريف، اللي نحطه في قلوب أولادنا ونزرعه ونغرسه في قلوب أولادنا. هو ده اللي هيبقى، هو ده اللي مش هيضيع أبدا. لما تكبر الزرعة كلنا هنفرح بأولادنا ونتباهى بيهم ونقول يا رب حرسهم واحميهم. وآخر حاجة عايزة أقولها: اعتياد النعمة خطر صامت بيتسلل تحت مظلة الحب ليصنع أجيالا تظن أن كل شيء حق. فلتكن التربية وعيا لا مجرد عطاء، ولنربي قلوبا تشكر الله عز وجل، وعقولا تفهم، ونفوسا تعرف معنى النعمة قبل أن تفقدها. اللهم اجعلنا ممن شكر النعمة وورثها لأبنائه شكرا لا غفلة، ووعيا لا اعتيادا. وشكرا جدا على حسن استماعكم، واتمنى يكون، انا مش هقول عليها بودكاست، انا هقول دي دردشة كده من قلبي لقلبكم، ومن لكل بتسمعني. وربنا يحفظكم ويحفظ بيوتكم ويحفظ أولادكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.